توافد عدد كبير جدا من الفنانين لتوديع الفنان الكبير صلاح السعدني. بالفيديو هنشوف لحظة دفن الفنان صلاح السعدني ودخوله القبر، وكمان انهيار وبكاء ابنه أحمد السعدني. حرام عليكم، انتوا بتصوروا ايه؟ دخل عند القبر لحد القبر مع أبوه هو وأحمد السقا وكمان محمد إمام ومحمد محمود عبد العزيز. اللي حصل لحظة دفن الفنان صلاح السعدني كان مبكي للغاية. تعالوا نشوف كل الفنانين اللي حضروا لتوديع عمدة الدراما المصرية الفنان صلاح السعدني، اللي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 81 عام بعد صراع مع المرض، خصوصا الزهايمر اللي رافقه آخر 10 سنين في حياته. النهاردة شفنا وجود أحمد السقا اللي كان بيقرأ القرآن على روح الفنان صلاح السعدني، هو وكمان أحمد حلمي ومنى زكي فضلوا يساندوا في أحمد السعدني اللي كان مش مبطل عياط تماما، عمال يعيط ويودع أبوه ومش قادر يقف على رجليه تماما. لحظة وصول أحمد صلاح السعدني نجل الفنان الراحل صلاح السعدني بمسجد الشرطة لتوديعه في اللحظات الأخيرة. كمان وصلت الفنانة إلهام شاهين اللي بكت بكاء شديد جدا وقالت إن مش ده بس فنان، لأ ده قيمة فنية قدم رسائل فنية كبيرة جدا خلال مسيرته الفنية. محمد إمام أيضا وصل وقال أبويا بيقولك شد حيلك يا أحمد، والله كان عايز يجي ويقدم واجب العزاء ويودع صديق الضرب، ولكن حالته الصحية لا تسمح، خصوصا بتوافد الكاميرات والموبايلات اللي للأسف دخلوا لحد القبر وهو بيضعوا الفنان صلاح السعدني داخل القبر وابنه بيودعه. وداع يليق بتاريخ الفنان الحافل. نجوم الفن والسينما يودعون الفنان الكبير صلاح السعدني. توافد كل الفنانين، يعني يعتبر كل الفنانين، الفنانة يسرى، ليلى علوي، أيضا إلهام شاهين، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، منى شلبي، أحمد رزق. كمان توافد عدد آخر من الفنانين الشباب طبعا، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وكمان ماجدة زكي اللي تواجدت، وكمال أبو ريا كان متواجد. حتى إن أبناء الفنانين معظمهم كانوا متواجدين أيضا في توديع عمدة الدراما المصرية الفنان القدير الكبير صلاح السعدني. لكن ما حدث أيضا لحظة توديع الجثمان كان صادم، لدرجة إن بعض الناس دخلوا يصوروه داخل القبر، وده أزعج جدا جدا ابنه أحمد صلاح السعدني. آخر أصدقاء الزعيم توفى اليوم، وده اللي قاله محمد إمام. أيضا آسر ياسين كان متواجد هو ورانيا محمود ياسين، وأيضا رانيا فريد شوقي كانت متواجدة أيضا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالبكاء والانهيار. النجوم ودعوا النهاردة الفنان الكبير صلاح السعدني. منى زكي وأحمد حلمي توافد عليهم عدد كبير من المصورين، لدرجة إنهم ما كانوش عايزين يتصوروا، بيقولوا عيب جدا جدا، احنا في عزا، انتوا بتعملوا ايه؟ ولكن اللي كان واقف كتف بكتف فعلا هو الفنان أحمد السقا، اللي قال له اصبر يا أحمد، ربنا يصبرك ويرحم